السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة كده على الفطار عملت اسهل حاجة في الدنيا، صينية البطاطس بالفراخ، وعملت جنبها رز بالشعرية. والنهاردة كنت تعبانة جدا، فقعدت كده فكرت على السريع، عندي فرخة في الفريزر، عندي بطاطس، رز، فقلت لا انا النهارده اعمل لهم اسهل اكله في الوجود. فحبيت ان انا اشارككم الفيديو، يمكن كده بنوته جديده تحب تعمل صينيه بطاطس، او اديكي فكره بكره تعملي ايه على الفطار. طبعا احنا الفتره دي يا جماعه شايفين الغلاء والاسعار عامله ازاي. عايزين نحمد ربنا دايما ونقول الحمد لله والشكر لله. لو عندك طبق فول قولي عليه الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انت اطعمتني. لان في ناس بجد مش لاقيه طبق الفول ده. ف وعايزه اقولك برضو على حاجه كمان، لو انتوا مثلا عددكم 3 افراد ومثلا عامله فرخه كامله، مفيش مانع ان انت تطلعي ربع فرخه. بصي يعني الصدقه من ربع فرخه، ربع فرخه مع شويه بطاطس مع شويه رز، وتعملي وجبه كده تديها لاي حد انت عارفاه غلبان، عارفاه محتاج. بجد من اقل حاجه من اكل بيتك ممكن تطلعي وجبه واحده. ما تقوليش انا عايزه اعمل كميه كبيره، لا، هي وجبه واحده ربنا هيتقبلها منك ان شاء الله. فاللي قادر يعمل اي خير يعمله وما يترددش. هنا معانا بقى المية غليت، ونزلت كده ببصلاية سليمة، ونزلت بالفرخة بتاعتي مغسولة كويس جدا، منقوعة ملح وليمون ومغسولة كويس جدا جدا يعني. حطيتها كده بقى على ناحية صدرها، كده قلبتها على الناحية التانية، وهنا خرطت بصلاية حطيت عليها ملح وفلفل اسود، شوية حبهان مطحون ومكعب مرق وورق لورا. ودي بحطها بعد ما بشيل الريم خالص. تمام. البصلاية اللي بحطها سليمة دي بتساعدني على ان الريم يطلع على الوش. كده شلت الريم خلاص، وهي مطلعتش بصراحة ريم كتير. حطيت البصلة ديت وهنغطي عليها ونسيبها بقى تستوي براحتها. هنا تتبيلة البطاطس، حطيت قرن فلفل حامي مع قرن فلفل اخضر، طماطمتين، بصلتين، وهنضربهم كده في الكبة. ومعايا البطاطس غسلتها، خرطتها وغسلتها. وهنزل بقى بنص التتبيلة، النص التاني هخليه علشان هسبكه واعمله التتبيلة للفراخ. تمام كده. لان الفراخ بتاعتي انا سلقاها، مش هعملها ني في ني عشان عندي بيحبوا الشوربة. قلبت البطاطس كده في التتبيلة كويس جدا، والشوربة بتاعتي للفراخ كانت استوت. حطيت منها مغرفتين على البطاطس، وهخليها تستوي سوا كامل على البوتاجاز. حطيت حتة كده سمنة فلاحة على قطعتين من الزبدة يدوها طعم كده جميل. وعايزه اقول لكم ان انا هسويها سوا كامل على البوتاجاز من فوق، علشان بعد ما احط الفراخ، لان طبعا انا سلقه الفراخ، لكن لو انا مش سلقه الفراخ هخليها تستوي نص سوا وبعد كده بكملها في الفرن. لكن المره دي انا هسويها كلها على البوتاجاز من فوق. وهنا بقى ايه، هناخد الفرخه بتاعتنا. انا خدت التتبيله دي، حطيت عليها حته زبده وسبتها اتسبكت كويس جدا. بعد ما اتسبكت كده وبقت مرته حلوه كده، هتبل بيها الفرخة من على الوش من تحت ومن فوق، وارصها كده على وش البطاطس اللي استوت معايا. بطاطس مستوية يا جماعة، انا سويتها على البوتاجاز من فوق سوا كامل. تمام. بعد كده رصيت الفراخ كده على الوش، وهدخلها بس تاخد وش تحت الشواية. هنعمل رز، حطيت بقى ايه قطعة من الزبدة، شوية زيت علشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش. وهنزل بالشعرية، ربع كيلو الشعرية على كيلو الرز، بيبقى حلو كده وبيبقى يعني كافي جدا، ما تقلليش عن كده. وبقلب بقى الشعريه كده، عايزاها تاخد لون ذهبي. واول ما تاخد اللون الذهبي نكون غاسلين الرز وننزل بيه يتقلب معاها كده تقليبه علشان يتفلفل ويبقى جميل. اه كده بقى الشعريه بتاعتنا دخلت في اللون الذهبي الحلو كده، هننزل بقى عليها بالرز اللي احنا غاسلينه، نقلبه كده تقليبه، ونزود ميتنا بقى ونظبط الميه بتاعتنا. اه كده قلبت بقى الرز في الشعرية، ونزلت بقى ميه من الكاتل كده بتغلي، دي بتساعدني بقى ان انا انجز، يعني مش لسه بقى الرز هيغلي والكلام ده، لا، هي بتبقى كده سخنه فبتغلي بسرعه معايا. هنا بقى لما بحط المعلقه عموديه كده بعرف ان الرز بتاعي يعني مقدار الميه بتاعه متساوي، يعني مش محتاج ولا زياده ولا اقل. طالما المعلقه معاكي عموديه، ظبطت الملح بتاعي وهغطي عليه بقى كده. اول ما يتشرب ابتدي اوطي عليه النار خالص. وهنا بقى عملنا كده الفطار بتاعنا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شفتوا كده. صينية البطاطس بالتتبيلة دي كده بتبقى تحفة بجد يا جماعة، انا مش بحط فيها توم خالص. صينية البطاطس بالفراخ مش بحط لها توم، بتبقى طعمها حلو قوي قوي مع قرن الفلفل كده الحامي ده، بيديها طعم حلو. لما تكوني عايزة تعملي الفرخة
مسلوقه، ومش تعمليها لان طبعا ممكن نعمل صينيه البطاطس كله ني في ني، وانا عملتها معاكم ني في ني. الفراخ نيه وسويتها مع البطاطس. النهارده احنا سالقين الفراخ، فده برضو ايه، بيبقى حلو، بس لازم بقى تعمل لها كده تتبيله حلوه بالطماطم كده، اللي هي ايه، ضربوها مع البصل وتسبكيها، وبعد كده تمسكيها تدهني كده وش الفرخه، بتبقى برضو طعمها تحفه وجميلة جدا بصراحة، وخفيفة كده وحلوة. يا رب كده الفيديو ان شاء الله يعجبكم، ونكون بنقدم حاجة مفيدة تفيد اي بنوتة، تفيد اي ست بيت عايزة تفكر بكرة هتفطر ايه. وزي ما قلت لكم يا جماعة، من وجبة بيتكم، لو انتوا 3 افراد طلعوا وجبة واحدة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.